بقى بريوش النهاردة في راس السنة بطريقة حلوة وبسيطة، وإن شاء الله تعجبكم. بصوا العجينة حلوة ازاي. أنا بس عشان بقطعها وهي سخنة، المفروض تتساب تبرد أكتر من كده عشان تتحكموا في تقطيعها، لأن المعجنات بتحتاج تتساب شوية. يعني هقول لكم بقى على المكونات كده، هو يعني ما يغركوش ان الحاجات ياما، لكن هي بسيطة خالص وسهلة وممكن تحفظوها كمان. عندنا هنا بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وكل حاجة بعد كده هنعمل نص كوباية. دول 4 كوبايات سكر مليانين، يعني زي نص كوباية، ودول نص كوباية لبن، ونص كوباية مية، ونص كوباية زيت. المقادير اهي السهلة، كل المقادير زي بعض. وادي نص كوباية زيت انا بوريها لكم اهو. وبعد كده عشان احنا حطينا بيض هنحط ظرفين فانيليا. المعجنات لازم يتحط لها البيض، طالما حطينا بيض يبقى نحط فانيليا. عايزين تحطوا ظرف حطوا، عايزين تحطوا ظرفين حطوا، بس انا حطيت ظرفين فانيليا. هنحط بعد كده معلقتين دول لبن بودرة. دول بيدوا بيعززوا طعم المعجنات وبتبقى حلوة جدا. دي ظرف خميرة او معلقة كبيرة مليانة خميرة. هنقلب بقى كل المكونات كده هوت السايلة مع بعض، وهنغطيها شوية لغاية ما الخميرة تختمر. وبعد كده هنقول بقى المكونات الجافة. عندنا هنا 4 كوبايات ونص دقيق. حطيت هنحط عليهم نخليهم طبعا، هنحط عليهم ذرة ملح، ونحط بقى عليهم السوائل. هنقلبهم شوية بالمعلقة، وبعد كده لازم نعجن بإيدينا. ننزل كل السوائل، كل المقدار اللي موجود لازم ننزله. هنقلب كده، هنلاقي طبعا الدقيق من بتختلف من ماركة لماركة في انواع الدقيق، فهنلاقيها كده سايلة شوية. انا شايلة نص كوباية على جنب. هنزودها بقى ونعجن كده هوت بايدينا. عجينة البريوش هي بتلزق شوية، خلي بالكم. بس بصوا زي ما انتوا شايفين كده هوت بتلزق. اعملوا بقى اختبار بالايد اللي هي مش بتعجنوا بيها، بالايد اللي هي النضيفة. تمام. عندنا هنا بقى ايه، معلقتين كبار زبدة بدرجة حرارة الغرفة. هنعجن بقى فيهم كده اهو. هتلاقوا الاول العجينة بتقطع معاكم، بعد كده لما تشربوا كل المعلقتين للعجينة هتلاقوا العجينة بصوا طرية وحلوة قوي، وتلاقوا العجينة نعمت. تفضلوا تعجنوا فيها كده 10 دقايق. تمام. بصوا انا عجنتها كده اهو، فصلت الكاميرا وعجنتها. بصوا شربت كل الزبدة، تلاقوا العجينة ايه ما شاء الله حلوة قوي وطرية. هنقسم بقى العجينة على 2، علشان هنحط على واحدة كاكاو. وياريت تخلوا الكاكاو تجيبوا الكاكاو يبقى اسباني، لان الكاكاو الاسباني طعمه بيبقى حلو جدا، وبيبقى زي الشوكولاتة بالظبط. يعني هاتوا النوع الكاكاو ده نضيف جدا، وفي المعجنات بيبقى جميل. هنا هنحط معلقتين بالظبط عشان الكاكاو يتشرب كده هو مع العجينة. معلقتين صغيرين مية. هنشرب بقى الكاكاو عندنا للعجينة، واجي هي النتيجة، واجي الحتة التانية البيضة. هنغطيهم بقى كده هو، هيتغطوا، وبعد كده هو هنسيبهم يخمروا. بعد ما يخمروا هقول لكم هنعمل ايه. بصوا اهي خمرت اهيت. بصوا الحجم اتضاعف ازاي. واجي العجينة البيضة، طبعا عشان البولة كبيرة مش باينة فيها. عندنا بقى هنا اكياس مطبخ كبيرة كده هوت نكونوا ايه هنفرد بيها. بصوا العجينة ما بتحتاجش اي مجهود. اولا عشان اتخمرت حلو والمقادير مظبوطة. بصوا انا وسعت لكم اهو عشان تشوفوها. انا يا دوبك فردها بايديا، مش محتاجة مردانة، مش محتاجة اي حاجة. هحطها بقى كده على جنب، واعمل التانية زيها بالظبط اللي هي اللي بالكاكاو. بصوا انا يا دوبك بنسم كده هوت الكيس اللي انا حطاه دقيق، ما بنكترش، على اساس العجينة ما تنشفش معانا. بصوا زي ما انتوا شايفين اهي ما شاء الله العجينة بتتفرد زي الفل معانا.
هنحطها بقى على العجينة التانية. ما تخافوش كده، جمدوا قلبكم في المعجنات، وكل حاجة بتتساوى وبتتدارى، ما بيبانش اي حاجة فيها. لو في غلطة ولا حاجة مش بتبان في المعجنات. حاولوا ايديكم تظبطوا بقى الاتنين على بعض كده زي ما انا عملت. انا حاطه هنا هوت بقى النوتيلا. عايزين تعملوها فاجي اعملوها. انا عندي كان نوتيلا، حطيت معلقتين كده وفردتهم بطول العجينة. هنعمل بقى هنلفها رول لغاية نصها كده او 3/4، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. لفوها كده هوت واتكوا، ما تخافوش، الدنيا هتبقى زي الفل. وبعد كده هوت بنروحوا لفين العجينة، ويكون معانا سكينة صغيرة نقطع بقى بقية العجينة شرايط. طبعا دي حاجة جمالية، يعني عايزين تلفوا الرول كده هو تلفوه، بس بيبقى عادي يعني. بس احنا بنعملها كده بتدي منظر يعني تفرح الولاد وكده هو، وشكلها كمان بصراحة بيبقى حلو. كل رول بقى كل صباع كده هو بنلفه، بس طبعا وانتوا بتلفوه بالراحة لان العجينة طرية مش بتستحمل يعني. ممكن لو لفتوه جامد ممكن يتقطع معاكم، فتعاملوا كده بالراحة معاها. وهي زي ما انا بوريكم هعمل معاكم كام واحدة، والباقي ايه هنعملها كده هو اختصارا للوقت. بصوا اهو انا خلصت كل الكمية اللي معانا، وهنلف بقى الرول بالراحة كده هو، واحدة واحدة تلاقوه عامل ماسك معاكوا. لفوا بالمشمع وكله بعد كده هو هيتدارى، ما تقلقوش. بصوا، بصوا شكلها بقى حلو ازاي. عندي بقى القارب دوت انا دهناه، وهنحطه بقى. تحاولوا تمسكوا بالراحة كده الرول عشان تحطوه اهو. تحاولوا تتحكموا فيه على طول بسرعة اهو. نغطيه بقى عشان يخمر. بعد ما خمر معانا بقى معايا معلقتين لبن. انا بحب احط على المعجنات لبن من فوق الوش، ما بحبش احط بيض، فهحط كده لبن وبعد كده هنسويها. بصوا انا بوريها لكم. ندخلها بقى الفرن، ودي بعد ما طلعت من الفرن هو لازم بقى يبقى معانا معلقة زبدة كده عشان نلمع بيها الوش. بصوا بقى بيبانوا شكلها ازاي، شكلها ولا احلى. يا ريت بقى تجربوا الطريقة ديت وتقولوا لي بقى رأيكم ايه. بصوا حلوة قوي قوي. وبعد ما تدهنوها بقى الزبدة ده هي، وزي ما قلت لكم الزبدة تبقى سايحة كده على الوش، هي بتلمع الوش وبتخليها تبقى شكلها حلو كمان في التصوير. تغطوها بقى بالكياس اللي كانت معانا وفوطة، وتسيبوها بقى تهدى بقى وتبرد وتقطعوها. انا طبعا غطيتها حبة صغيرة يعني، ما كانش عندي الاوبشن ان انا اسيبها كذا ساعة وكده عشان انا بصور. لكن انتوا سيبوها بقى كذا ساعة قبل ما تقطعوها عشان تطلع التقطيعة كويسة وحلوة. بصوا بقى انا بقى اسيبها كده هو، هغطيها قدامكم يعني بوريكم بالكياس، وبعد كده تحطوا عليها فوطة وتسيبوها بقى. لازم المعجنات لازم تهدى شوية اهي. بصوا حطيت الكيس عليها اهو، وادي الكيس التاني. وبعد زي ما انا بوريكم كده اهو، بعد كده هنحطها بقى ايه في قارب في طبق، وهقطعها كده قدامكم عشان اوريها لكم. جربوا بقى الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبكم. تقولوا لي بقى رأيكم ايه في الكومنتات كده هو لو عجبكم الفيديو. بصوا انا بقطعها اول حتة بس كده عشان دي في الاخر اهي، بس طالعة برضو شكلها جميل. هقطع لكم كمان حتة وتشوفوا بقى شكلها عامل ازاي. طبعا هي زي ما انا قلت لكم سخنة، فلازم تبرد شوية. انتوا خلوها تبرد هتطلع احسن من كده كمان. بصوا، بصوا حلوة ازاي مستوية. بصوا شكلها حلو، الشوكولاتة باينة كمان، وريحتها جميلة جدا، طعمها ولا احلى. جربوا بقى الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع